السلام عليكم. هنشرح محاضرة اسمها الهوموسيكشواليتي. احنا كطلبة دكتوراه طلب مننا المحاضرة دي ان احنا نعملها كموضوع سايكوسوشيال، يعني موضوع مشكلة اجتماعية ونفسية. فلما جينا دورنا لقينا ان مواقع كتيرة جدا، تمام، حتى شات جي بي تي كمان. يعني هو اصلا شات جي بي تي ده بياخد من الحاجات اللي متسجلة عليه، مجرد ان انت تكتب انت عايز ايه فهو بيجيب من النولج او المعلومات اللي متسجلة عليه. فلقينا ان اغلبيتهم بيقولوا ان المثلية الجنسية دي عبارة عن الفيلينج اكسبريشن. سوري لو كنت بستخدم مصطلحات، بس دي عشان كطبيعة جزء من الشغل، بس انا هترجم في النص. قال لك ان الهوموسيكشواليتي دي تعبير عن الشعور، تعبير عن الشعور. قال لك كمان ان هي حرية شخصية. اغلبية المواقع بتقول لك ان هي ايه؟ حرية شخصية. يا سلام. طيب ايه كمان؟ قال لك ان الهوموسيكشواليتي دي حاجة بتأثر فيها الجينات، جيناتيك يعني. وليكن لو الاب ده، يعني متخيلين يعني الاب ده متجوز عادي نورمال وخلفه، والاب بعد كده بقت ميوله جنسية، هتتغير حاجات في هرموناته، فهتوصل للطفل اللي هيولده ان هو كمان هيبقى مثلي، مع انك انت ما كنتش مثلي وخلفت، اللي عشان انت اتجهت للمثلية الجنسية فهتخلف ناس مثلية. طيب هل الكلام ده بقى واقعي؟ طبعا احنا في ناس، اغلبيتنا لازم لما يدور على معلومة تستخدم عقلك. انا حرفيا واحنا بندور انا وزمايلي على الموضوع ده ما لقيناش غير رسالة واحدة من واحد عربي. ممكن يكون كان في حاجات واحنا ما شفناهاش، بس احنا بقالنا كذا فترة بندور، بنلاقي سورسات اغلبيتها بتقول الموضوع ده. طيب لما نيجي بقى يقولك ده حرية شخصية وتعبير عن الشعور وحاجات جينيتك، وفي حاجات قالت ان هو سايكو بروبلم، والدبليو اتش او قالت لك لا مش سايكو بروبلم ولا حاجة، مش مشكلة نفسية ولا اي حاجة. إيه اللي يخليها مشكلة نفسية؟ دي حرية شخصية، وهم حرين ان هم يختاروا الشخص اللي هم يعيشوا معاه. وفيلينج للاكسبريشن، يعني الاكسبريشن للفيلينج يعني بيعبروا عن الشعور بتاعهم. طبعا احنا كمسلمين المعلومات دي ما تنفعناش. ليه؟ اولا لما هما كانوا بيقولوا الهيستوري، التاريخ بتاع امتى بدات المثليه الجنسيه، بدا يقولوا بدات على الرومان، وبدات في الحضاره اللي مش عارفه ايه، وبدات من العصر اللي كذا. احنا خلاص، احنا القران بتاعنا بيقول ان هي بدات من عند قوم لوط، هما اللي جابوا الفاحشه دي ومحدش سبقهم بيها، خلاص خلصت. فالمعلومات دي بقى كده لا، احنا كده نركنها على جنب. احنا بنحب الدبليو اتش او، ولما تيجي تجيب معلومه كده وتقول ده منظمه الصحه العالميه قالت، انت ذات نفسك بتبقى واثق من المعلومه اللي انت قايلها، لكن ده كلام مش صح. طب حقوق الانسان؟ مفيش حاجه كده. حقوق الانسان دي اصلا منظمه اتعملت لمصالح شخصيه معينه، واعتقد ان الاحداث بدات تعرف حقوق الانسان دي فين من الاحداث اللي بتحصل. زي ما هم اول ناس انتهكوا حقوق الانسان وعملوا لك منظمه لحقوق الانسان، انتهكوا حقوق المراه وعملوا لك منظمه لحقوق المراه. فلا. طيب امال الموضوع بدأ ازاي؟ طيب واحده واحده كده. طبعا انا الكلام اللي بقوله ده بناء على حاجات احنا دارسينها ووجهة نظري انا الشخصيه، فانت ليك الحق اللي انت تاخد بيه او ترفضه براحتك. ودور في كذا سورس او كذا مصدر، واعرف برضو ايه الصح وايه الغلط. اهم حاجة تستخدم عقلك، لان انت في الاول وفي الاخر انت لوحدك اللي ما هتتحاسب على افعالك، مش حد غيرك. طيب المهم ان احنا دلوقتي عايزين نعرف الهوموسيكشواليتي دي حصلت ازاي، وازاي يبقى شخص طبيعي، تمام، ويحصل له انتكاس للفطره. وده بناء على تعليقاتكم ان انتوا قلتوا احنا عايزين نتكلم على كده. بل بالعكس، في حد طلب بيقول يا ريت حضرتك تتكلمي على الازواج، زوج اللي فيما بعد جرب المثليه الجنسيه، يعني زوج وبيعمل فيما يعني انت طبيعي ومفيش اي حاجه، ايه اللي يخليك تجرب حاجه زي كده؟ ده غير ان عقابها شديد. يعني ربنا بعت سيدنا جبريل جاب القريه بطرف جناحه عليها وطيها من كميه الفاحشه.
يعني يمكن الزنا عقابه شديد، بس ممكن تتحل بإن هو يتجوزها، يتستر. واحد يعني عمل فاحشة مع حد، هيلموا الدنيا. طب ده إيه؟ هنلم الدنيا إزاي؟ المهم هنعرف ليه، وهنعرف ليه الإسلام فعلا، ليه الموضوع المثلية ده عقابه فعلا. أنا مش هتكلم في حتة إن أنا مثلا أنا قرأت في حديث وكذا حديث برضو وابحثوا ورايا، عشان ما بقاش بقول حاجة كده أنا مش عارفاها، بس انتوا ابحثوا. أنا بقول إن الشخص المثلي ده عقابه الموت، في أحاديث بتقول كده الفاعل والمفعول يقتل. ولكن بعيدا عن كده أنا عايزك تستخدم عقلك وتشوف رحمة ربنا بينا. طيب اهم حاجه احنا عندنا المخ بتاعنا ده بيعمل ايه؟ برضه نفس الموضوع تاني. والناس اللي بتيجي تقول هو الحب ما بيقلش بعد الزواج، انا بقول لحضراتكم موضوع الحب ما يقلش بعد الزواج، انا مش بتكلم عن الحب اللي هو فيه موده ورحمه والعشره، انا بتكلم عن الحب المتنقل، اللي هو الحب والميسنج، الاشتياق والشعور بالبهجه والحاجات الزياده قوي اللي في فتره الخطوبه مش بتبقى موجودة في الزواج طبيعي. المهم ما علينا، أهم حاجة إن المخ دلوقتي بيعمل إيه؟ بيعمل كوجنيشن. وقلنا الكوجنيشن ده اللي هو الإدراك، إن أنت بتفكر، بتحكم على الأشياء، معتقداتك، مبادئك كلها هنا في عقلك. بناء عليها تمام بيتولد عندك مشاعر اللي هي الإيموشن، صح؟ اللي هي المشاعر. بناء على الاتنين دول انت هتروح تعمل behavior، وقلنا البيهيفير اللي هو السلوك. تمام؟ طيب دلوقتي وليكن لما اجي حضرتك اول ما اقول هنتكلم عن المثليه الجنسيه، انا كاحساسي دلوقتي عندي نفور من الحاجه، زي ما كتير منكم، يا رب يكون كلكم طبعا ان شاء الله كلكم عندكم نفور من الحاجه، ماشي، مش حابينها. اول ما اقول لك المثليه الجنسيه تفتكر قوم لوط والعقاب، والعقاب الشديد، وان انت كده بتعمل فاحشه ربنا يعني اللي هي صعبه خلت ربنا يبعت سيدنا جبريل ويجيب القريه من فوق لتحت بسبب الفاحشه اللي عملوها. فالاموشن تنفر من الحاجه، وان انت ما تحبش تفكر حتى مجرد لمحه كده عن الموضوع، لا. السلوك بقى هتعمل ايه؟ هبعد عن الحاجة دي كليا، مش هقرب لها نهائي، بل بالعكس انت هتتولد من عندك حاجات وتصرفات انك انت لو شفت واحد مثلي اللي هو يعني مش عايزة اقول حاجات، المهم انت اكيد نفس الشعور عندي. المهم دلوقتي الشخص بقى اللي بيعمله كده قال لك ايه، احنا عايزين ننشر الموضوع ده. انا مش عارفه هم عايزين ينشروه ليه. ممكن بينشروه عشان فكره اللي هو التعداد السكاني يقل، ولان الزواج صعب فبيسهلوا الموضوع ده. المهم واحده واحده كده، وعايزين نعرف هو الموضوع انتشر ازاي، وهم بيلعبوا ازاي على الموضوع ده ان هو ينتشر حرفيا. اول حاجه هم بيلعبوا على ده، ما بيلعبوش على ده ولا هيلعبوا على ده، ما بيلعبوا على ده. الكوجنيشن ادراكك، بيلعبوا على فكرتك، لان ده الاساسي، ده اللي محركك في حاجه زي كده. لان انت في اول خطوه لاي فعل بتعمله بتستخدم ده. لو انت عملت الفعل وللاسف دخلت ده في الموضوع، حكمك على الاشياء بتبقى مش مظبوطه. تمام؟ يعني دايما كان في حد بيقولك الخطوة الأولى هي اللي انت عندك فيها كامل الإدراك ان انت ترفض السلوك ده. تمام؟ طيب دلوقتي بقى هما بيعملوا ايه؟ حضرتك دلوقتي في حواليك صحبة صالحة وربنا يرضى عنك ويرضى على اللي حواليك. طب نيجي بقى للشباب اللي مش عارفين سورس مصدر يسألوه، للشباب اللي التليفونات أقرب ليهم من أصحابهم، للشباب اللي هم لما بيجي يعوزوا حاجة يروحوا سائلين جوجل ولا شات جي بي تي. دلوقتي لما تيجي تسأل عن الموضوع ده هتلاقي إيه؟ هيقولك اللي إحنا قلناه، تعالى كده، هيقولك إن هي تعبير عن الشعور،
هيقول لك ان هي حرية شخصية، هيقول لك ان هي حاجات جينية، براحتك، صح؟ طيب هما لما بيعملوا كده انت هتعمل ايه؟ ادراكك للحاجة ذات نفسها ده حرية شخصية، ده حاجات جينية، تبدأ تتقبل إلى حد ما الحاجة واحدة واحدة. ولاحظناها كمان في فيلم بدون ذكر اسمه، الله يسامح اللي عمله، هنلاقي ان في الفيلم ده واحد صاحبهم اكتشفوا ان هو مثلي، راح صار عليهم. ده نفس الفعل اللي انت هتعمله، ان انت صرت، وازاي انت وسطينا كده، وازاي. وفي الاخر الفيلم قال لك انت حر براحتك، ابهات صاحبك وانت جاي المرة الجاية، اللي هو ازاي انت تقبلت الفكرة، انت صرت على الموضوع والموضوع ضايقك زي ما هو ضايقنا، وبعد كده تقبلته. يعني انت متوقع مني ان انا اتقبله زي ما انت تقبلته. اللي هو انتوا بتفكروا ازاي؟ انتوا فعلا بينشروا الفكرة بس بطريقة غير مباشرة، وبيشتغلوا على ادراكك. وده للاسف اللي احنا بقينا موجود. ده غير الحاجات اللي منتشرة، العيال الصغيرة اللي ماسكة تليفونات لما تشوف حاجات زي كده هتقلدها تقليد أعمى، ما يعرفش، هو ما يعرفش، بيعمل انتكاسة للفطرة من صغره. فعشان كده بنلاقي الأطفال حرفيا أكثر عرضة للموضوع ده، والكبار، بس الأطفال أكثر عرضة للموضوع ده. ليه؟ لأن هم ما يعرفوش الفطرة بتاعتهم الأساسية إيه، اللي ربنا خلقنا عليهم. زي ما ربنا خلقنا كلنا مسلمين، وبعد كده الأهل هم لو البيئة اللي حواليه اللي عاش فيها بياخد الديانة على حسب الناس اللي حواليه. كذلك الأمر، انت دلوقتي فطرتك ربنا خلقك الطبيعي ايه؟ ان يبقى فيه زوج وزوجة، راجل وست، ميل وفيميل. طيب اللي حصل بقى ان الاطفال اكثر عرضة للموضوع ده ازاي؟ وليكن التليفونات دلوقتي بقت مع كل الاطفال، والامهات مش عارفة ايه اللي الاطفال بيتفرجوا عليه، وممكن يدخلوا على موقع العاب وفي اعلانات تيجي يشوف. يا سيدي شاف حاجة بين راجل وست، طب هو يجي مع اصحابه بيلعب، مفيش ست، ممكن يجرب الحاجة دي ويقلدها مع اصحابه. للأسف الموضوع ده بيحصل حرفيا. تلاقي الأطفال ما تعرفش أي حاجة وما تعرفش الفطرة وبيجربوا حاجة زي كده. هما بيجربوا الطبيعي بس مع اللي مش طبيعي، فكده حصل لهم انتكاس للإيه؟ للفطرة، لأن هما ما يعرفوش. طيب واحدة واحدة بقى نتكلم على موضوع إن هو تعبير عن الشعور، وإن هو حاجات جينية، وإن هي حرية شخصية. طيب دلوقتي احنا قلنا ان هما بيلعبوا على ايه؟ على الادراك. لما واحد يجي يستمع الفيلم ده، وليكن وده فيلم مش اجنبي، احنا قلنا ثقافة اجنبية، ده فيلم عربي ومعمول ممثلين عرب زيك زيهم، ديانتك زيك زيهم، وبدأ يتقبل الفكر. فانت بقى ايه؟ لو انت للأسف في مرض في قلبك، ايمانك مش قوي، مستني حد يشجعك ان انت تعمل الحاجة دي، هتقول وماله، ما اجرب، ما اشوف، ما اعرف. المفروض اصلا لو في فضيحة انت بتسترها. سيدنا علي قال ايه؟ لو رأيت الفضيحة بعيني لسترتها بردائي. وكمان احنا عارفين اميتوا الباطل بالكتمان، مش اشوف حاجة واعملها. ارحموا قلوب الناس الضعيفة، الناس اللي هي مستنية ان حد يشجعها، مستنية زقة زي ما بيقولوا. المهم ندخل في الموضوع اللي يخصني، عشان انا مش داعية، انا مش مؤهلة برضو ان انا اكون داعية. المهم دلوقتي ايه بقى؟ الكوجنيشن، الادراك، بدأ يحصل ايه؟ تقبل للفكرة. لما تتقبل الفكرة اذا طب ما اجربها. تجرب لانها اتعرضت عليك وموجودة وفي حد، فانت هتجربها. تمام. لو جربتها بقى، احنا هنتكلم على شخص دلوقتي ما جربش الزواج، ماشي؟ طب ما اجربها. لو انت جربتها وعملت الفعل ده، لو طلعت مشاعر سعادة، سوري يعني الفعل ده عمل لك نشوة،
او الفعل اللي انت عملت ده يعني سوري بسطك، انبسطت في هرمونات سعاده طلعت منك. اذا لو الفعل ده لما يجي في وقت الفراغ، الموضوع ده كله بيتسجل في الذاكره، يعني الميموري بتاعتك بتسجله. وفي المحاضرة بتاع ما الحب إلى النيورو ترانسميتر سبق وقلنا إن الميموري، الذاكرة بتاع الإنسان سبحان الله، الشعور بتاع السعادة والسنس بتخزنه، الريحة والأودر وأبسط الأشياء بتخزنه. فأنت المشاعر دي اتخزنت عندك في الذاكرة. فإيه بقى الحل؟ للأسف أنت كده بدأت تقع في الفخ. لا إما تقف كده، أنت وقفت في النص، لا إما ترجع وتقول لا أخاف على نفسي وما أكررش الفعل ده، لا إما في وقت فراغك هيبقى نفسك عليك وهواك عليك ماشي المشاعر دي. تمام. ولو انت في وقت فراغك هتلاقي ايه؟ الحاجة بتيجي على خيالك، والشيطان طبعا مش سايبك، تروح بقى للأسف ايه؟ مجرب الموضوع تاني. اجربه هرمونات سعاده تطلع، اجربه هرمونات سعاده تطلع. عارفين بيتحول لايه؟ بيتحول لماستربيشن. الماستربيشن دي اللي هي ايه؟ سوري يعني اللي هي العاده السريه، بتبقى زيها زي العاده السريه. انا اسفه ان انا بتكلم في الحاجات دي، بس هو الموضوع خطير والله. احنا فعلا لما جينا دورنا، انا مش عارفه هروح اشرح للدكتوره ايه، انا مش لاقيه كلام يقول، يعني انا مش لاقيه مرجع. طبعا احنا عشان نحضر حاجه لازم تجيب مرجع، جبتها منين؟ فانا عايزه اجيب مراجع من حاجه، من يعني مش عارفه، انا مش عارفه اجيب ايه. كل المواقع بتقول الكلام الاهبل ان هو حريه شخصيه ومش عارفه وي وي وي. ولكن الحمد لله كتر خيرها الدكتوره تفهمت الوضع، وعرفت ان احنا بنواجه حاجات تانية، بنواجه ناس من بره. لو انت في بيتك بتربي ابنك، في 1000 ايد بتهد بره. المهم ان الموضوع هيتحول لايه؟ لعادة سرية، اللي هي شبه العادة السرية، يعني سوري هيبقى ادمان. يبقى هل الموضوع هنا الجينات؟ هو حرية شخصية؟ حرية شخصية، لأن حضرتك اللي اخترت. حضرتك في الأول خالص لما كنت عند أول نقطة وقلت أجرب، ما وقفتش وقلت لهواك لأ، أنت جربت ودخلت. فده للأسف عمل إيه؟ دخلك كل مرة بتدخل في الحاجة فكأنك بتقع في فخ صعب إن أنت تطلع منه، فوصلت للمرحلة دي. طيب دي الحاجة التانية بقى يبقى هو اختيار، ماشي؟ محدش يقول لي ان هو جينات. ولو يكن لو كانت جينات، ما هنا مش جينات. لو الاب زي مثلا الاب الحرامي ممكن ابنه يبقى حرامي، ممكن صح؟ عشان جينات مثلا الصفات. الاب مش عارفه في صفه ايه في الابن، طب هنقول ان هي جينات وليكن يا سيدي. ربنا لما انت كبرت وعرفت ان الحاجة دي عقابها شديد، وان ربنا هيغضب عليك وفي عذاب قبر وفي يوم قيامة، لما تعرف حاجة زي كده اقف ولا اقول جينات؟ المفروض ان انت تقف، ولو في مشكلة تعالج نفسك. نيجي بقى لمين؟ للي بيقول ان هو سايكو بروبلم. سايكو بروبلم يعني ايه؟ يعني مشكلة نفسية. طيب يعني ايه بقى مشكلة نفسية؟ طيب لو احنا قلنا في مرة كان في، وانا بدور على الحاجات دي مش لاقيه اي حاجه بقى، فالمهم كنت بدخل على اي حاجه توصلني للمعلومه اللي انا عايزاها. المهم كان في حد طالع مع مذيع عربي، ف... فكان بيقول له انا بتعرض لاضطهاد، انا عايز ان الشخص ده كان مثلي اللي كان طالع في البرنامج، كان طالع ضيف. فقال انا بتعرض للاضطهاد، انا عايز الناس تحترمني، انا اتعرضت للاغتصاب من وانا عمري 10 او 12 سنه، وانا للاسف مثلي مش بايدي، انا غصب عني. هو ده الكلام احنا بنقول. فاكرين الاطفال اللي هم جربوا، او شخص كبير مش عارف يتجوز وعنده
عنده مشاعر عايز يطلعها، فللأسف ممكن يغتصب طفل، للأسف أهو الحالة دي حصل لها اغتصاب مرة، في التانية، في التالتة، بقى كل ما يشوف الناس ما هو استسلم للناس. أو فيما معناه يا سيدي، أنت بتقول إنك أنت حصل لك اغتصاب أو حصل لك مشكلة، صح؟ أنت مشكلة، والمشكلة دي غيرت فطرتك، صح كده؟ طيب، أول حاجة، الشخص لما بيتعرض لأزمة أو مشكلة نفسية، دكتور محمد طه قال لك في كتاب خروج عن النص تقريبا كده، قال لك إن الشخص لما بيتعرض لأزمة المخ بيعمل 3 حاجات أو 4. أول حاجة بيعمل كبت اللي هو إيه؟ إنك أنت بتحاول بقدر الإمكان تبعد عن الناس دي، انك انت بتحاول بقدر الامكان تخفي الموضوع ده، بتشيله. اي نعم انت كده ما حلتش المشكله، كل الحكايه ان انت خفيته، مش عايز اي حاجه تفكرك بيه، لان مجرد الفكره بتاذيك. يعني مثلا لو بنت اتعرضت للاغتصاب، مجرد الفكره ان حد يفكرها بالحادثه بتبقى مش عايزه تفتكر المكان اللي حصلت فيه، ما تروحوش، الناس اللي شافوها ما تروحوش، وهكذا. طيب، نيجي بقى فين؟ نيجي عند الحاجة التانية، وقال لك إن الشخص ده لو حصلت له مصيبة أو مشكلة أو أزمة نفسية زي كده، أول حاجة، لا إما إن هو بيبقى عايز يعيد المرة التانية عشان يواجه. يعني فيما معناه لو حد اتخانق معاك أو حد أذاك نفسيا وانت في الموقف مش بتبقى عارف ترد، بتقعد تعمل حوار ما بينك وما بين نفسك ان هو انت عايز ترد، تمام؟ فبتعمل ايه؟ تروح للشخص ده وتواجهه، صح؟ ده انت كده حليت المشكله، انت واجهته. او نسمع على الناس اللي هي من كتر حرقتها الشخصيه اللي حصل لها اغتصاب دي ما بترتاحش غير لما الشخص ده يموت، صح؟ اللي هو ابرد ناري، ده حاجه برضو نفسيه. طيب، ايه الحاجه الثالثه؟ قال لك الحاجه الثالثه ان انت تستسلم اللي هو ايه؟ اللي هو تعيش دور الضحيه. وده اللي حصل مع الشخصيه دي، ان هو استسلم وعاش دور الضحيه. في كلتا الأحوال والشخص محتاج علاج نفسي طبعا. ورابع حاجة بقى، قالك إن الشخص اللي ممكن يتعرض للأزمة النفسية أو الاغتصاب أو الحاجة اللي زي كده، بيجيله حاجة إن هو عايز يقرر الفعل، بس مش يقرر الفعل في إن هو يبقى استسلم، ولا يقرر الفعل بإن هو يواجه، هو بيقرر الفعل في حد أصغر منه. يعني إيه؟ يعني عايز يحسس نفسه بالأثوريتي، السلطة، عايز يحسس نفسه ان انا اللي ليا اليد، عايز يحسس نفسه ان انا اللي هعمل زي ما اتعمل فيا، بس انا هعمل وهطلع كل اللي جوايا، اللي هو ايه؟ انا قادر، انا ما اتعملش فيا، انا اللي هعمل، انا اللي بعمل، مش حد اتعمل فيا. فاللي هو برضو ده في كلتا الاحوال محتاج علاج نفسي. فانت حضرتك اتصبت وحصل لك انتكاسة في الفطرة وحصلت لك مصيبة، يا سيدي شفاك الله وعافاك، يا سيدي ربنا يهديك، ولكن ازاي عايز المجتمع يتقبلك؟ ازاي عايز المجتمع يقول لك تمام؟ ازاي عايز المجتمع تعيش وسطيه؟ ازاي؟ ده الشخص اللي قتل 99 نفس المجتمع ما تقبلهوش، بس كان ربنا غفور رحيم. غفور رحيم، فالشخص ده هاجر لبلد تانية عشان هو الشخص عايز يتوب. لكن حضرتك عايز تعيش وسط المجتمع وانت زي ما انت؟ طب ما تروح تعالج نفسك. على الاقل احنا قلنا الموضوع ده ادمان. طب والهوموسيكشواليتي بيتعالج؟ بيتعالج، بيروح له دكاتره نفسيين، في جلسات كهرباء بتتاخد. جلسه الكهرباء مش زي اللي في دماغكم اللي بيبقى فيها بين الم، جلسه الكهرباء بتتاخد بانستيزيا، مواد مخدره، والمقصد فيها ان هو الهرمونات بتاع الشخص يتعدل. طيب، يبقى في الموضوع ده ليه علاج، لكن ما تستسلمش، ما تقوليش ان انا اتقبلك ازاي؟ انت خطر على المجتمع اصلا. خطر على المجتمع ازاي؟ دي بقى اللي احنا عايزين نفكر فيها. ليه عقاب الهوموسيكشواليتي شديد؟ انا هقول لكم فعلا العقاب بتاع الهوموسيكشواليتي يستاهل ان سيدنا جبريل ينزل ويجيب الارض عليها وطيها. ليه بقى؟ اولا الشخص ده اللي هو عايز يستسلم وعايز يعيش وعايز حريه شخصيه وعايز يعمل فيلينج الاكسبريشن، تعبير للشعور،
حضرتك هتعمل الحاجة دي لوحدك؟ لا، انت كده عايز شخص تاني تعمل معاه، صح؟ يبقى انت كده هتفسد لي المجتمع. الناس او الشباب اللي مش عارفين يتجوزوا، للأسف انت بتشجعهم على حاجة زي كده. دي حاجة. الحاجة التانية، الأطفال. الأطفال، ما انت برضه هتجرب مع الكبار وهتجرب مع الأطفال. ازاي؟ ازاي نأمنك؟ ازاي نأمنك تقعد في بيئة أولادنا عايشين فيها، ولادنا الصغيرين عايشين فيها أو الكبار عايشين فيها؟ ازاي نأمنك؟ دي حاجة. الحاجة التانية بقى، حضرتك دلوقتي لو احنا تقبلنا الفكرة وقلنا حرية شخصية، فين إعمارك في الأرض؟ ده انت نص دينك مش هتعمله. فين هتعمر في الأرض؟ ازاي؟ فين اللي انت عمرت في الأرض؟ المفروض ان الواحد بيتزوج ويخلف أسرة، تمام، والأسرة نربيها على أسس دينية عشان تعمر في الأرض ونبني أجيال. فين بقى حضرتك من ده كله؟ ايه فايدتك في الأرض؟ ايه فايدتك؟ فين خليفة الله في أرضك؟ فعشان كده الهوموسيكشواليتي للأسف كلنا عرضة ليها، كلنا عرضة ليها، كل الشباب عرضة ليها. ان هي مش سايكو سوشيال بروبلم، مش مشكلة نفسية، ده اختيار شخصي قبل اي شيء. ولو سايكو بروبلم يا سيدي ينفع تتحل وتعالجها. طيب، الاخت اللي كتبت وقالت حضرتك اتكلمي عن الزوج اللي ممكن يعمل حاجة شبه كده، هو عملها ازاي؟ للأسف برضو ان بعد الزواج زي ما قلنا الحاجات بتقل، بس في مودة وفي رحمة وفي غض البصر وفي للأسف في أزواج بتزهق من الروتين فتروح تجرب حاجة جديدة، والحاجات دي موجودة معروضة. انت ممكن تبقى قاعد على الفيس كده ويدخل عليك واحد من دول ويتكلم معاك ويشجعك على حاجة زي كده. هو الشخص ده اللي عايز يغير روتين حياته يقول لك ما جرب، صح؟ فممكن حاجات زي كده تكتر وتنتشر وبتحصل. فانت الاول اعرف هو ايه الغرض من الحب، وايه الغرض من الزواج، وايه اللي ربنا خلقنا في الارض عشان نبقى خليفه ليه، وان الزواج ان احنا نبني اجيال. لو احنا تمسكنا بديننا هننشئ اجيال زي عمر بن الخطاب وزي علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، الناس اللي فتحت البلاد المسلمين. لو احنا فضلنا على ديننا واساسياتنا هننشأ جيل زي دول. مش نقول سن مراهقة، سيدنا أسامة بن زيد كان في سن المراهقة اللي هو بالنسبة لنا مراهقة، بس بالنسبة لهم ما كانش مراهقة. ليه؟ لأن سيدنا محمد عارف إن في الوقت ده في مشاعر، في حماس، في قوة زيادة، فاحنا نأهلها في ايه؟ في الصح. فخلى سيدنا أسامة بن زيد هو اللي يقود الجيش، مع ان كان في الوقت ده في ناس قادرة ان هي تقود الجيش. أسامة بن زيد اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن ايه؟ سن مراهقة، لكن هو حرفيا الكلمة دي كلمة غربية. سيدنا علي بن أبي طالب وتفسير الشيخ الشعراوي قال لك ايه؟ قال لك لاعبوهم سبع واضربوهم سبع، لاعبوهم وعلموهم سبع. أول سبعة علمه، تاني سبعة بعد ما علمته لما يجي يعمل حاجة غلط كأنك اضربه، بس طبعا الضرب بحكمه، أنا مش بقول العنف، الضرب بحكم الضرب اللي احنا في الإسلام اللي احنا نعرفه. دلوقتي لما تيجي تضربه على السبعة التانيين كأنك أنا مش قلت لك الحاجة دي قبل كده؟ اللي هو أنت علمته على أول سبعة. طب والسبعة التالتة صاحبوهم. والجميل قوي في الشيخ الشعراوي لما سمعته قال ان صاحبوهم سبع، مش يلا مش تصاحبهم ان انت تصاحبه، ولكن بمعنى الصحوبية خليه معاك، خليه في ديلك، ما تفارقهوش، ما تسيبهوش لوقت فراغه. الفراغ دي المشكلة كلها في الفراغ، ما تسيبوش لوقت فراغه، تمام؟ عشان في شيطان وفي مشاعر عمالة تتكون عنده وفي تليفونات معاه وفي مواقع موجودة على النت بتيجي بضغطة زرار وهكذا. طب وبعد كده ايه؟ خلاص كبر بقى وانت ربيت فيه الأسس وعملت عنده عقيدة ثابتة، زي ما انت عقيدتك لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي عقيدة ثابتة مهما عملت فيها